السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين في الدنيا. أنا عارفة إن أنا غبت عنكم كتير. عاملين إيه؟ أتمنى إنكم تكونوا بخير وصحة وهنا. قالنا كتير مش بنشارك مع بعض فيديوهات. كنت باخد هدنة كده، وفي المقدمة دي أنا كنت بقول لكم كلام كتير بس طلعت الصوت مش واضح. فاضطريت أسجل. بعد كده لقيت الصوت مش واضح، زعلت أوي. هنا بقى هنعمل روتين جامد مع بعض ومع لولي القمر. اول مره اشارككم روتين مع ليان بنتي. الاول كانت بيبي وما كنتش بعرف اعمل منها حاجه، على طول شايلاها، جوزي يشيلها حبه او بعمل وانا شايلاها. دلوقتي ما شاء الله عليها بقت بتقعد وبتلعب، وبدأت تلعب وتندمج مع الألعاب كده لحد لما اخلص شغل البيت والحاجة اللي انا بعملها. وهنا بقى كنت بقول لكم ان انا غيرت نظام الأوضة ده لنظام شتوي شوية علشان نتدفى كده والشتا داخل علينا. ونبدأ بقى بالروتين بتاعنا بتاع النهاردة. أول حاجة بقى فرشت في البلكونة البطانية دي، وهجيب لها اللعب بتاعها، وقعدت لولو كده وهجيب لها اللعب بتاعها علشان تتلهي بعيد عني. بس كل شوية هبص عليها ومخليش عيني تغيب عنها. دي اهم حاجة. اول حاجة بقى نسمي بالله ونصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. ما يحلى يومنا الا بالصلاة على النبي. اول حاجة بدأت بقى اشيل الفرشة، بقى لها 3 ايام مفروشة فقلت اغيرها. وانا نسيت اقول لكم اللي انا عملت تنظيف للشقة كلها، تنظيف عميق كده، ترويقة جامدة علشان الشتاء، وفرشت للشتاء. بس ده ما عرفتش اصور لاني كنا تعبانين وكمان لان كانت تعبانة وواخدة التطعيم بتاع السنة ما شاء الله، اللهم صل على النبي. فكانت مبهدلاني خالص عياط، واللي انا شايلاه على طول انا وباباه، فما كنتش عارفه اصور منها. فكان لازم اعمل كده، لازم اروق ترويق عميق لان الشقه كانت مضايقاني جدا، واللي انا سايباها على البلاط كده كانت مضايقاني، كنت عايزه افرشها وليان بدات تزحف. فكان صعب عليا قوي اللي هي تزحف والبلاط باين كده. وكمان بدات يعني تقع، يعني كل شويه تقع وهي بتزحف. اختها بتشيلها كده، ما بتريحش نفسها، مكة بتشيلها تقوم واقعة فوق البلاط. كان باين وده غلط. وكمان شكل الشقة ما كنتش حاباه، فقلت بقى اروق تروقة حلوة كده وافرش الفرش بتاع الشتاء. والسجاد كنت موديه المغسلة كله بالمشيات بكله. واول لما اجيب المغسلة قمت بقى قايمة بالواجب بقى. التروقة دي بجد راحة نفسية، يعني كنت بقيت مرتاحة اللي انا هروق كده من على الوش بس. اكنس المشايات، امسح البلاط الباين. واخر الاسبوع يوم الخميس او يوم الجمعه بروق بقى، اشيل المشايات دي وبمسح تحتها، بكنس وبمسح تحتها، وكده بيبقى تمام بقى. مسحت كله بقى، والحيطان كانت مكتوبة عليها غسلتها بالسلكة، وشلت العنكبوت واي حاجة عليها تراب، والاساس كله اللي هو الخشب بتاع البيت كله مسكته ومسحته ولمعته. زي ما انتوا شايفين كده بروق وانا مرتاحة. وكمان بيكون الترويق سهل مش صعب على الواحد، وبالذات بقى علشان الساعة اتغيرت والنهار بقى قصير، بحس ان الوقت بيجري الصبح واحنا بالنهار، بحس ان اليوم بيعدي. فلازم اخلص قبل ما ابو مكة يجي من الشغل اكون مخلصة كل حاجة. هنا بقى خلصت الأوضة ترويق ومسيح وعطرتها، واخدت لولو بقى ولميت لعابها. لازم تقعد في الحته اللي انا بروق فيه، ما ينفعش اسيبها في البلكونه واكون بروق في الصاله، لا انا هقفل الاوضه. خلصتها وفرشتها بقى، فرشت الملايات الجديده وعطرتها كده وبقت زي الفل. وقفلت البلكونه عشان الدبان بجد رخم الايام دي. الدبان مش عارفه احنا عندنا بس ولا عند كل الناس. الدبان تحس ان هما الجو بقى بدأ يسقع كده فبيخش البيوت، مش راضي يطلع ابدا. يعني وكمان يعني هو ممكن يطلع بالرش، اللي هو اي رش بتاع اللي هي الدبان والناموس وكده، بس علشان انا عندها حساسيه ولينا عندها حساسيه ومك عندها حساسيه على صدرهم، ما ينفعش الرش ده معانا جدا. لا اما بنهش لا اما الجهاز. بس لما بشغل الجهاز بيخف شويه في الشقه. عايزه اقول لكم بقى ان انا رتبت الانتريه ومسحته ونفضته كده على الماشي وخلصته. لازم اشيل الستاره علشان الدبان. انا بقى ليان كانت نامت من اللعب وكانت مقريفه شويه، حسيت ان هي عايزه تنام فاكلتها وقعدت اطب عليها لحد لما نامت. رحت بقى علشان اروق الحته اللي هي كانت قاعده فيها. الحته حواليها كانت متروقه بس سايبه لها اللعب في الحته دي لحد لما نامت. قمت بقى هروقها مكانها، شغلت القناه بتاع القران، غيرت لولو بقى خلاص.
وهلم اللعب اللي هي كانت بتلعب بيها في الجردل، وبيتحط في المكان ده علشان يبقى سهل اللي هي اختها تجيبه لها تسكتها بيها تلاقيها لحد لما اخلص واجيلها وكده. احنا عندنا قناة اغاني الاطفال دي ما بتتقفلش من عندنا، بيسكتوا عليها، مش عارفة ايه ده بصراحة. يعني من غير القناة دي مش عارفة كنا هنسكتهم ازاي. انا بقى دخلت المطبخ، كنت هعمل بقى كشري مصري، قلت بقى لي كتير نفسي فيه نفسي جايباني اللي انا اكله كده. فعملت بقى على قدنا كده، يعني اكلتنا بقت بسيطة الايام دي. هنا بقى العدس، كنت جايبة 8 كيلو عدس. التمن بيقضينا، لاني ما بنحبش العدس يكون كتير في الكشري، فكل واحد الطبق بتاعه بيكون شوية صغيرين بس، والباقي برميه. فبقيت بقلل في الكمية لحد لما عرفت بقى الكمية المناسبة اللي انا بعملها، المقدار يعني. قلت اعمل بقى حاجة في حاجة. العدس احط عليه مية واسيبه كده شوية، بعدين اولع عليه، بعدين اعمل الصلصة، بعدين اعمل مكرونة، واظبط الترابيزة وارتبها، وبعدين اغسل المواعين اللي في الحوض. وبعدين يعني اي حاجة عايزة تعمل في المطبخ اعملها وانا بطبخ. انا شغالة كده على طول، بكون اعمل الغدا واروق في المطبخ، يعني باخد بالي من الاكل اللي على النار، واخلص حاجة يعني اظبط الترابيزة، امسح البتاع بتاع التوابل اللي هي الملونة دي. 3 العلب دول برطمانات فيهم سكر وشاي وقهوة. دول ساعات بيكونوا ملحوسين كده من مكان الايد بتاعنا، فبمسحهم على طول. مش كده مبلولة، بمسحهم بيكونوا جدد، بيرجعوا جداد. هنا بقى قلت اروق الحوض شوية، علشان فيه كوبايتين كده ومعلقتين وطبقين، كل حاجة 2 2، ما همش كتير يعني، اللي انا قصدي اللي هما مش كتير. انا كل يوم بغسل المواعين بعد الغدا، مكان الاكل بالليل، ما بسيبش الحوض مليان. الحاجات دي بتكون طبق او كوبايه، العيال بيكونوا بيشربون فيه سحلب او حاجه سخنه، او مثلا كوبايه مكان الشاي، او اطباق مكان الفاكهه. لاني اتعودت ان انا اروق مكان الاكل او الغدا، اغسل مكان الغدا على طول بالليل، ما اسيبش مواعين بايته في الحوض، بتعمل ريحه وحشه. ممكن اصحى الصبح الاقي النور قاطع او الميه قطع. لما النور بيقطع عندنا الميه بتقطع، لان لما بتطلع لنا بموتور، فده اكيد يعني لو قطعت المطبخ بيبقى مقلوب. فلازم اروق بالليل كده علشان اعمل حساب لكل حاجه. اللهم صل على النبي. هنا بقى بدأت اجهز للكشري بتاعنا. البصل انا بقطعه رفيع خالص، بقسم البصل نصين وبعمله اجنحة. ده بيكون البصلة زي بتاع بره، وبعملها كده اللي هي بحبة دقيق، بتكون مقرمشة بقى ومقلية كده. بعفرها مش عارفة هما بيقولوا كده، بعفرها بشوية دقيق واكتر الزيت. بكتر الزيت في الكشري علشان باخد لما بطلع البصل بعد لما يتحمر، بطلع البصل على ورق او منديل، وبعد كده بقسم الزيت للصلصة، بسيب حبة للصلصة، وباخد اعمل الرز. بيبقى الرز تحفة مكان اللي بنعمله بالزيت بتاع البصل ده، بيبقى تحفة، بيبقى طعمه كده اكنه داخل في الطعم بتاع بره. والعين التانية حطيت العدس بقى، بحط ملح وبحط فلفل. دي حادثة كده، حادثة بسيطة، كنت هتلسع والزيت ده كان هيتكب عليا، بس الحمد لله ربنا بيقف مع الواحد وبيلطف بيه، لازم نقول الحمد لله على طول. نرجع تاني للأكلة الملوكي بتاعتنا. مكان البصل عملت الصلصة، واخدت شوية زيت من بتاع البصل هعمل فيهم الرز. هنا بقى بدأت أقشر توم ورستهم كده على الصلصة، هحط منها للصلصة، وهعمل مكانها الدقة. موكا بقى جت بقى ونورت المطبخ. انتوا مش شايفين المطبخ بقى منور ازاي؟ جت من الحضانة وبتحب تساعدني تحط التاتش بتاعها كده شوية. صلصة الطماطم بقى بدأت تغلي، فهنحط فيها معلقتين كده من الثوم المهروس مع الفلفل الأخضر. الصلصة دي هتكون مسكرة جدا، عارفين ليه؟ عشان مكة هي اللي مقشرة الثوم بتاعها. طالما مكة حطت التاتش بتاعها تبقى الأكلة مسكرة، ومحدش يعترض على كده. هنا بقى خلصت ووطيت عليها خالص الصلصة، بوطي عليها لحد لما تبقى ناعمة كده. وعملت بقى الرز بتاعنا بالشعرية، بكتر في الشعرية، ما بعملش رز ابيض. كنا زمان يعني قبل كده بنعمل رز ابيض والشعرية لوحدها. لا الفكرة دي بقى حلوة، بقيت بعملها على طول. نعمل رز بالشعرية وبنكتر الشعرية قوي. الدقة بتاعتنا بقى بحط شوية زيت على النار يسخنهم، وبحط الثوم بالفلفل المهروس، وبحط فلفل احمر عشان تبقى مش شطشطه كده شويه، وبسخنها. وبعدين بحط بقى الخل والميه وليمونتين كده، بيخلوا الاكله مززه كده، بيخلوا الصلصه اللي اسمها الدقه بتاعتنا حلوه طعمها
فيها ليمون كتير وخل كتير وتوم بقى، اديها التوم على قد ما تقدروا. نجهز بقى الاكل الملوكي بتاعنا علشان نختم بالغدا وباليوم بتاعنا وبالروتين بتاعنا. نجهز بقى الطبق، دي صينية كده او طبق كبير، ده بتاعي انا. اما الصغير اللي هناك ده اللي متجهز ده بتاع ابو مكة ومكة. لا انا بضحك عليكم، بهزر، مش هاكل كل ده لوحدي يعني. وكده بقى الكشري بتاعنا جهز، والدقة بقى جنبه حكاية أكلة ولا في الخيال. ناكل كده ونملي الكرشوش الصغنن، وده كان يومنا يا حبايب قلبي. ونختم يومنا كده بشوية بطاطا مشويين كده. يا مع السلامة يا بطاطا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد على خير.